طبعا زياد انت حاليا خرجت عن اسس الطبخ. لا بس. طيب زياد الحين انت سويت هنا جنب، ليه؟ ايش السبب يعني؟ ابغى احط الدجاج وابغى انزل مويته كامله. تبغى يعطيك اللي هو مويه الدجاج كامله في ذا المنطقه. طبعا الحين هذا يعتبر خلاص اوكي اوريدي جاهز صح؟ دجاج انت بهرته تبلته شيء ولا بدون؟ اي بهرته. بهرته حطيتها تتبيل وكذا. طيب شو التتبيله اللي حطيتها للدجاج؟ بهارات صحيحه. انزين شنو يعني بهارات صحيحه؟ ايش حطيت مثلا؟ كركم. حلو، كركم، زنجبيل. كركم وزنجبيل بهار مشكل. بهار مشكل. حلو. يعني كركم، زنجبيل، بهار مشكل، شنو بعد؟ فلفل اسود. ملح. ذا ليمون عمان. دقيته صح؟ وقرفه. لا مطحون كله مطحون. طيب دقيقة، انت الحين حطيت الدجاج هنا ها؟ تمام. طيب زياد الحين خلصنا الدجاج، انت سويت له تشويحة. زين. وبدأ ينزل المويه حقته. طيب كم ياخذ وقت تقريبا؟ 10 دقائق. 10 دقائق تقريبا. شو؟ 8 دقائق يعني على حسب. يعني 10 دقائق 8 دقائق. وبعدها ايش بتحط اللي بعده؟ شوية زبدة بعد مع الدجاج، بعدين نخلطه مع البصل. اوكي. وبعد كذا تصير الأكلة جاهزة. طيب حط الخضار جاهزة. الخضار الحين بتحطه؟ لا باقي. لأن الدجاج شبه يستوى. ايه. إذا اوكي عشان ياخذ وقته وكذا وبعدها. انه الخضار ما يبغى شيء، يبغى 10 دقائق بس. يعني الخضار 10 دقائق بس تقريبا. ايه. اوكي ممتاز. طيب روائح يا زياد، روائح. طيب الحين ايش بتحط؟ الحين بتحط زبده. الزبده اللي حطيتها مكعب حق شو اسمه؟ مكعب صغير. ايه. تمام. مكعبين انا راح احط. بس مو بتصير ثقيله؟ لا. تمام. طبعا بارد شكله. بارد شكله. بارد عادي. ما ذاب. طيب ما يحترق البصل ويا شو اسمه؟ لا ما يحتاج. انك انت حاطه على جنب ترى. حطه على جنب بس مخلي النار على قدام، يعني هذا فورا ما يجي نار. اوكي تمام. طيب الحين ايش بتسوي انت الحين؟ بخلط الحين بعد ما حطيت الزبدة، بخلط البصل الكشنة ذي اللي سويناها بخلطها مع الدجاج. تمام. يعني انت الحين تخلطهم مع بعض. وبتحط شيء الحين ولا؟ لا بس بخلطهم، بتركهم شوي لما ياخذون النكهة. يعني كم ياخذ تقريبا كذا؟ 5 دقائق. 5 دقائق كذا؟ ايه. على ما يتسبك يعني. ايه. طيب بنحط ليمونة. طيب ليمون. قشر ليمون. تمام. وبنعصر ليمون. اوكي. يعني قشر ليمونه وعصرة ليمون. وعصرة ليمون. طيب تمام. طيب ايش فكرة القشر يعني؟ ليه حطيت قشر؟ عشان يعطي شوي نكهة. تمام. بعدها ملح بشيء خفيف. اوكي. تمليحة خفيفة هذه. ايه وبابريكا. اوكي. لأن أصلا الخلطة اللي سوينا فيها الدجاج ما فيها بابريكا. وتقلب.
عاد انت هذا شنو؟ خضار. خضار والله مشكل. طيب الحين لما تحط انت الخضار مشكل كامل وكذا الخضار يمكن ما يستوي طيب. بتشوف انت الحين. لا صحيح والله زياد. لا يستوي. لين ما يستوي؟ ها؟ ما ادري والله. تحط انت عليه. انا بحط عليه ماي. اوكي يعني انت بتحط عليه ماء. اي بحط عليه ماي بخليه 10 دقائق بس ماي على حسب فوق الخضار. يلا اوكي. كفو. يلا. ممتاز جدا. طبعا البابريكا على الطلب اللي يوده. يعني اللي يبغى يزيد واللي يبغى ينقص. على هواك يا زياد ها؟ ملح نفس الوضع. اوكي. تمام. فطريقة النقل في غير هذاك الأول يسوون نقل على طول يحطوا. ترى زودت من الواجد شوي. لا ايوه ماجي وملح. بتشوف الحين. يلا اوكي. حط من الماء. طيب اسخن ماي ولا؟ لا والله ساخن وجاهز. خلي لين فوق الخضار بشوي. هو سلك توصيل سواء شاحن بيانات مدري شنو كل شيء. تتركه لين ما يغلي. من بعد ما يغلي الماي 10 دقائق. صار صالون هذا. بتشوف انت الحين بيصير جاف. بيصير فيه بس عشان يستوي الخضار. طيب بتغطيه ولا؟ ها؟ بتغطيه ولا؟ اي بغطي. بتاع بياخذ كم تقريبا؟ بياخذ 10 دقائق. ونرجع له. ايه. طيب تمام. زياد الحين كم مضى علينا تقريبا؟ 10 دقائق. تقريبا الى ربع ساعة. راحت 10 دقائق إلى ربع ساعة تقريبا. طيب الحين انت شو بتسوي؟ بنضيف الاندومي. نضيف الاندومي. تمام. الاندومي هذا اللي هو اندومي خضار انت ضايف. ايه. ولا اي نوع اندومي؟ اي نوع اندومي ما تفرق. حط البهارات حق الاندومي. ايوه. بحط بس الفلفل لان الملح. فلفل اندومي. فلفل اندومي. ايه في ملح أصلاً. بس بهارات الاندومي انت ما حطيتها. لا هذه بهارات الاندومي وبنحط ملح من هنا شوي حق إيه. الاندومي لان اصلا احنا ملحناه من قبل. لحظة انت الحين اللي حطيته فلفل الاندومي ولا البهارات حقت الاندومي؟ لا صدق. البهارات حق الاندومي فلفل الاندومي. يلعن ابليسك يا شيخ. لا تحط لا تحط يا اخي فلفل اندومي. كيف فلفل الاندومي يا بحط؟ لا حول ولا قوة الا بالله. كذا صارت مضرة بزيادة. كيف مضرة بزيادة؟ انت شو تشوف من وجهة نظرك يعني؟ ما له دخل ملح هذا. من اندومي. اي ملح ما له عادي. علاقة. ملح عادي. امسك هذا عدل. البس. بس ما شفت ما شفنا. تنشف الحين. طيب زود حرارة ها. احنا ما نبغاها اصلا ناشفة عشان الاندومي يستوي. ايه نبي فيها ماء عشان الاندومي اصلا كل بيشفط الماء. حبة اندومي واحد. حبة اندومي اثنين. يعني انت بزاطة تسويها مو اندومي، خلينا نقول تسوي نودلز يعني. الاندومي والندز واحد. لا يفرق يا زياد. لا ما يفرق. شو الكلام هذا؟ ايه اندومي وندز واحد. يا زياد. الاندومي هو الندز والنودلز هو الاندومي. كفو. والمعكرونة نودلز. يا اخي مفاهيمك خطيرة. الحين خليه لما يستوي بس الاندومي يصير جاهز. كم يبي له؟ ما يبي له شيء. هي 5 دقائق بس. نرجع بعد 5 دقائق. ايه. الحين كم بعد كم؟
بعد 5 دقائق. بعد 5 دقائق الحين. شفت تقريبا، شفت كيف اصلا الماء يوم تقول لي على الماء، شفت ما بقت ماء خلاص. بس نخلطهم مع بعض. تمام. خلاص كذا الحين جهز. اوكي. بس في اضافة اختيارية. ايه انت شوف دقيقة بقول لك حاجة. انت عطنا الحين نشوف. خلاص خلص الحين كذا خلص. طيب دقيقة شوف بقول لك حاجة. خلينا الحين نشوف احنا. زين عطنا نذوق الان دقيقة. خلينا الان نذوق. عطنا اول شيء اذوق. زين اذوق اشوف الوضع جاز لي ولا لا. طيب خلاص خلينا نشوف شغل عزل ولا شغل اي كلام. هنا في ملعقة هنا في ملعقة. ايش ملعقة؟ جيب ملعقة. جيب ملعقة. إيه. عطني صحن. شوف الصحن هذا اللي جنبك. اوكي خلينا نحط فيه. لحظة. تاخذ بملعقة. طيب دقيقة اصبر انت الحين. بس كله ما استوت ترى. لا استوت خلاص المفروض انها كذا استوت بس خذ لك شوكة محمد شوكة. لحظة خلي الشوكة ما نبي شوك. عط صحن ايوه والله اخذت واجد. طيب انا ترى العادة ما كان اندومي انا بس خلنا نشوف. يلا جرب خذك مويه شوي معي. ها؟ خذك من المرق ايوه. يلا طيب نعطي تجربة. بسم الله. طيب وش اللي راح نسويه؟ حلو. والله كلام كبير. وش احنا اللي بنسويه؟ الاضافة طبعا الجانبية اللي حاب واللي مو بحاب. اضافة يا زين. جبن. ولا انا ما حار. يا اخي هذه شغل مو اوكي يا طيب. شو اللي يتحسب بيتزا؟ جبن موتزاريلا. هذه مشكلة بعض الناس اللي يستهطفون كذا يحاولون يسوون. لا والله صدق. انت جربت؟ لا تجربة جرب بعدين تقفلها طيب العمر تخليها تذوب. والله شوف هذه الحين كويسة. هذه الحين انا حطيتها نص عشان تجربونها لاني انا مجربها من قبل. شوف هذه مع الدجاج مع الخضار مع كذا صدق صايرة كأنها النودلز هذه الصينية نفسها تقريبا. ممتازة والله. الحالة كذا كويسة. لا هذه من طفاها. معلش الحالة هذه كذا كويسة. بتجرب انت الحين مع الجبن خلا ياخذ. والله يا اخي صعب لانه مجوك يا شيخ. جرب يا اخي ايش ناقصك انت؟ والله ناقصني انسان طيب يعطيني. شيلها بالمنقص زياد. وين المنقذ؟ خلص هذا الحين زياد خلص حق الجبن ها؟ ايه خلاص. طيب طبعا زياد انت حاليا خرجت عن اسس الطبخ. لا بس كذا زياد كثير انا. ها اذا لي انا كثير بعد كثير. طيب ما الحين انت سويت حركه اللي هو شنو؟ بالجبن الموتزاريلا بالجبنه يعني بالجبنه. ايه طيب انا والله اشك انه لا حول ولا قوه. يا اخي جرب يا اخي. شو انا قلت لك انت خرجت عن اسس الطبخ فخلينا نشوف دقيقه. بسم الله. طيب دقيقه. لا تاخذ واجد بس خذ الجبن. طيب خذ الجبن عشان ما تستطعم الجبن. طيب اقطع هذه سوي قطعه كذا بس. بسم الله عشان تستطعم نفس الجبن مع الاندومي. طيب دقيقه خلينا نشوف. يعني المفروض اخذ لقمه كامله يعني. شوف المفروض تاخذ كذا. دقيقه لحظه. تعال لا لحظه خلاص بسم الله. يا اخي طلعت عن اسس الطبخ انا قايل. اوكي الطعم مو مبين كثير بس انه خرج. شفت هذه؟ امسكها كذا مع الخضار مع الدنيا. عطنا خضار يلا. خلاص خضار مع الدجاج مع كل حاجه يلا. يلا جربهم مع بعض كذا ميكس مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم.
اوكي ما بشيء، بس انت فعلا يعني موتزاريلا ما تنفع، لا تنفع. ما فيها طعم، بس ايه اوكي يعني، بس ما ايه. ما ليش انت لا؟ تبين تجربين؟ لا بس انا كنت يعني خلي شويه من الموتزاريلا، انا جايبتها بنطبخ مع محمد طبخ. ايه معي تمام. لا اخذت شيء بسيط بس. طيب حط لنا العادي، اندومي العادي، خلينا نرجع نذوق مرة ثانية نشوف الوضع كيف. طيب بس انا ما كنت اندومي ترى اصلا، بس انا ابي اشوف الوضع. طيب نرجع نقيم مرة ثانية، شوف التقييم بسم الله. شوف العادية أحسن صراحة، العادية مع هذا والله أحسن من ممكن لانك انت ما تحب الموتزاريلا مره. مو فكرة ما أحب الموتزاريلا، بس إنه شوف أنا يعني ما أكل اندومي، بس والله هذه طعمها لذيذ.